ليه بعض الناس بيبقوا ماشيين بثقة حتى لو مش أحسن ناس، وليه ناس جواها قدرات رهيبة لكن واقفة مكانها؟ في الحلقة دي هنتكلم عن الثقة بالنفس وبالطريقة اللي هتفهمها وتحسها. أول حاجة، يعني إيه ثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس مش إنك ما تغلطش ولا إنك كامل، مفيش حد فينا كامل. الثقة بالنفس هي طريقة تفكير. أنا أقدر حتى لو هقع بس هقوم. هي الإحساس الداخلي إنك تستحق وإن ليك قيمة. طب الثقة دي بتتبني إزاي؟ أول حاجة، التجارب الصغيرة اللي نجحت فيها. كل مرة عملت فيها حاجة ونجحت حتى لو نجاح بسيط، عقلك بيسجل ده. عقلك بيقول أنا قدرت أعملها، يبقى أقدر أعمل حاجات أكبر. تاني حاجة، الكلام اللي سمعته في طفولتك. لو اتقالك مثلا أنت شاطر، حاول تاني، أنت تقدر، مخك اتبرمج إنك شخص قادر. ولو اتقالك ملكش لازمة، فاشل، عمرك ما هتنجح، ده بيهدم جزء كبير من صورتك. تالت حاجة وهي البيئة اللي حواليك. لو في ناس بتشجعك، ثقتك بتعلى، ولو في ناس بتقلل منك، ثقتك بتقع. رابع حاجة، طريقة الكلام مع نفسك. لو بتلوم نفسك طول الوقت على كل حاجة، ثقتك بتنزل. لو بتعامل نفسك بلطف، ثقتك بتعلى. طيب يا ترى الثقة بتتهدم ازاي؟ أول سبب، المقارنات. لما تقارن نفسك بالناس بتنسى ان كل واحد ليه طريق مختلف. المقارنة المستمرة بتهد الثقة واحدة واحدة. تاني سبب، الفشل غير المعالج. لما تفشل وما تفهمش انت ليه فشلت وما تجربش تاني، عقلك بيصدق انك مش قادر. تالت سبب، العلاقات السامة. شخص دايما بيقلل منك، بيكسر اي حاجة كويسة انت بنيتها. رابع سبب، صورة الذات المشوهة. لما تشوف نقاط ضعفك بس وتطنش نقاط قوتك، ساعتها الثقة بتنزل لحد الصفر. طيب يا ترى ازاي تبني ثقتك بنفسك من جديد؟ ابدأ بحاجة صغيرة وتدرج. اختار مهمة بسيطة وكملها وسجل نجاحك. غير صوتك الداخلي، بدل ما تقول أنا فاشل، قول أنا لسه بتعلم، وغلطتي دي جزء من بداية طريق. ابعد عن الناس اللي بتكسر فيك، مش لازم تقاطعهم بس حط حدود واضحة. اشتغل على مهاراتك، كل ما تطور نفسك ثقتك هتزيد بشكل تلقائي. سامح نفسك على الماضي، اللي حصل انتهى، اللي جاي هو اللي ملكك. وفي النهاية، الثقة بالنفس مش حاجة بتتولد معانا، دي حاجة بنبنيها، وكل يوم بنختار نحافظ عليها أو نهدمها. ولو وصلت لحد هنا، افتكر إنك تستحق وإنك قادر، بس امشي خطوة في كل مرة. في نهاية الحلقة، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وشير الحلقة دي لحد محتاج يسمعها.